لماذا لم يتزوج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياة السيدة خديجة عليه السلام وتزوج بعدها؟ هذا واضح، لأن السيدة خديجة هي أفضل نساء النبي، وهي أم المؤمنين، وإكراما لها لأن التضحية. شوف اليوم المرأة بعض النساء يساعدن الرجل في واقع الحياة اليومية، يعني الرجل يحتاج إلى مساعدة، يحتاج إلى مبلغ. الرجل الحياة اليوم صارت صعبة، المرأة تعمل علشان شوية تساعد الرجل، مو تعمل علشان تجمع ذهب، مو تعمل علشان ترتب وضعها، وهذا المسكين يجد ليل نهار يتعب وما واصل إلى شيء. فإذا موضوع التعاون بين الزوج والزوجة هو ضروري. السيدة خديجة كانت تسمى بسيدة العرب. المبالغ اللي كانت للسيدة خديجة، حتى القرآن الذي يتحدث عن رحلة الشتاء والصيف، حتى القرآن يتحدث عن رحلة القوافل التي كانت للسيدة خديجة. كانت تملك أموال طائلة، أموال كبيرة وطائلة جدا، كل هذه الأموال صرفتها في سبيل الله للدفاع عن الإسلام، حتى أنها حينما ماتت لم يبق لها مال تشتري به كفن، لذلك الله أرسل كفنها من الجنة. هذه المرأة تقيس وهي تلك الحميراء التي كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.